السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان. إيه الحرام اللي بنعمله في الكلب سواء في رمضان أو من غير رمضان؟ يعني الحرام حرام سواء في رمضان أو من غير رمضان، بس أكبر حرام اللي إحنا بنعمله لما يكون عندي كلب قطع أكل بقاله يومين ومش عارف إيه السبب، أتصل بالتليفون بأي حد ليه في مجال الكلاب وأقول له الكلب بتاعي بقاله يومين ما بياكلش. يروح التاني عشان مُحرَج إنه يقول له ما أعرفش أو يُحرَج إن هو ما يقولوش أي حاجة عشان يبيّن إن هو عبقري، يبتدي يوصف له دوا إنه يعمله. طيب إيه اللي بيحصل في كده؟ إنّك أنت بتدّي له دوا ممكن يكون خطأ أو ما بيعالجش العرض. لازم حضرتك تعرف كلبك ما بياكلش ليه، وإيه أسباب عدم أكله، والتشخيص المهم عشان تقدر تعالج كلبك. وزي ما بيقولوا في كل الدنيا ادّي العيش لخبازه، يعني لو حضرتك استشرت طبيب أو خلّيت أي حد يكون عنده خبرة في البيطرة يفحص الكلب ويطلّع الدوا المناسب والعلاج المناسب عشان يعرف لك العرض المناسب. يعني زي ما بنقول كده حرام نتاجر في الروح، بلاش ندّي أدوية وإحنا مش عارفين إيه الأسباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين.